مساء الخير يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ انا توفيق الحديدي. الساعة دلوقتي 5:10 الفجر. الحقيقة يعني انا مش عارف انام عشان انا دماغي زحمة، دماغي فيها افكار كتير. وده خلاني اقول جماعة الزحمة، جماعة الزحمة دي الزحمة دي بنت يلعن. الزحمة دي امها بتجيلي. انا توفيق الحديدي وده فيديو بيضحك. طبعا زي ما انتم شايفين ده المايك بتاعي. المايك شكله روش فشخ. عامة ده السيت اب الجديد بتاعي. احب اتصور مع المشنقتين بتوعي. ده قص بقى. انا ومين بقى؟ انا ومين اللي هنشنق بعضنا في نفس الوقت؟ يعني تعالوا كده نفكر مع بعض. الزحمه في الشارع دي بقعد افكر وانا ماشي في الشارع. الزحمه دي اصلا سببها ايه؟ يعني وانا ماشي في الشارع كده مش تو 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 تو. هي اصلا الزحمه دي سببها ايه؟ ببقى كده بالظبط بهزر يعني مش في الزمالك. بس بجد هي الزحمه دي سببها ايه يا ترى؟ هو ده كمين مثلا؟ هل الزحمه دي سببها كمين؟ في امين شرطه واقف بيقول الرخص؟ يا ريته حتى بيبص في الرخص، يعني يا ريته بيشوف رخص منطقه ولا لا، او بيبص في الصور. رخص يا ابني. هي انت خاسس. طبعا الزحمه مش في كل المناطق وحشه، يعني مثلا الزحمه في الجوامع مثلا والكنايس معابد اليهوديه بتبقى زحمه لذيذه، يعني حسنات وبتاع، حسنات اكتر وكده. ما عدا طبعا ريحه عرق الرجلين دي بتبقى ريحه بنت شر. ايه تاني ممكن يبقى سبب من اسباب الزحمه؟ ممكن مثلا في بلاعه طفحه بسبب واحد ابن راح سيتي كريب قال لهم لو سمحت عايز كريب مافيا، اضافه شيدر، اضافه رانش، اضافه موتزاريلا، عليه كاتشب ومايونيز زياده، عليه كاتشب مايونيز اكسترا. الناس بتوع سيتي كريب دول برضو غريبين. غريبين غراب. الناس بتوع سيتي كريب دول غراب. ايه اسامي الكريبات الوسخه اللي في سيتي كريب دي؟ مش عارف، كريب اسمه حبيشه، كريب اسمه شطشوط، كريب اسمه مافيا. لو سمحت حضرتك بس كنت عايز كريب فراخ. معاك واحد كريب ارداف ست كبيره معديه ب50 مخلفه، واحد عنده داون سيندروم، عايز كاتشب، طرطره اكسترا. راديو هيد يعني لو فتحت مشروع في مصر هتسميه سيتي كريب. لازم تتشهر. اصل لازم الزحمه دي يبقى ليها سبب. ما ينفعش الزحمه دي تبقى من غير سبب. اللي هو مثلا ما ينفعش افضل واقف على الدائري 23 دي عشان في واحد مهم بيعدي. طب ما تعدي. انت كده قلت لي ان في حد مهم بيعدي، يعني انا ما كنتش عارف. يعني مثلا عربيه مرسيدس ماي بخ دي معديه مثلا، فايش ايه ده؟ عربيه مرسيدس حلوه، بس ما اعرفش ان في حد مهم. دلوقتي انت بتقول لي بص في واحد مهم، بص في واحد مهم معدي هناك، في واحد مهم معدي من هنا بقى، فيعني تحسوا اعلان لقتالين قتله، للناس اللي هم تفهمش بيحبوا الباونتي هانترز، اللي بيعملوا حاجات في الناس المهمين تفهمش ليه في الافلام. هو بالقناصه كده، وغالبا بيبقى واحد سوداني او بيبقى واحد اسمراني، بيبقى مثلا وزير الكونغو، سفير الكونغو، مدير جنوب افريقيا، تبقى حاجه كده يعني. غالبا بيبقى واحد اسمراني، يعني مش شرط سوداني يعني. ما فهمش كمان زحمه الحفلات. انا بكره بجد الحفلات يا جماعه، بجد. يعني انت بجد انت دافع بتاع 300 جنيه عشان تروح تسمع واحد عنده سبيكر كبيره، واحد مشغل اغاني بصوت عالي بس. طب ما تشغل اغاني من على اللابتوب، فاهم؟ ما تجيب سبيكر يا عم. السراج مول ب 80 جنيه، حفله كل يوم بقى، فاهمني ازاي؟ كل يوم حفله. مفيش حد طول هيبقى واقف قدامك. الريد بول هتبقى ب 35 جنيه، ازازه الميه هتبقى ب 10 جنيه. مفيش حد هيتحرش بيك في الزحمه. عايز حظاظه؟ بس أنا معايا في جيبي حظاظه. كمان عندي في العماره الشقه فيها ماليز زحمه، فيها بتاع 140 واحد ماليزي. ده مش في دي حاجه يا جماعه، بعد اذنكم اجيسونا بجد. بيغنوا اغاني الساعه 2 بالليل بصوت ابن وسخه. صوتهم وحش، صوتهم وحش. بعدين الزحمه باللغه العربيه معناها التكدس المروري، يعني حتى اسمها الميكروباصات في الزحمه تحسهم بيكلموا بعض بالمورس كود. يعني هي الدنيا واقفه بيزمروا برضو، عاملين بالظبط زي عربيات الاسعاف. يا جماعه عربيات الاسعاف طبعا كتر خير اللي بينقل واحد مريض للمستشفى عشان عايز يلحقه، بس بجد عربيات الاسعاف في الزحمه من الاخر بقى يا جماعه.
انا قلت اللي قلته. طب احنا واقفين في زحمه، انت دلوقتي لما تكون متذمر وبعدين ايه اللي هيحصل؟ وحضرتك احنا في زحمه، انت ايه دلوقتي مطلعك على الدائري الساعه 4 العصر وفي واحد بيموت معاك في العربيه. وبعدين يا جماعه تعرفوا ان الاسعاف مكتوب عليها من قدام فعسق، بحيث لما انت تبقى ماشي في عربيتك وتبص في المرايه تعرف ان دي عربيه اسعاف، عشان دي الحاجه الوحيده اللي هتعرفك ان دي عربيه اسعاف. مفيش اي حاجه تانية هتعرفك ان دي عربيه اسعاف غير لما تبص في المرايه وتشوف اسعاف اللي مكتوبه بالعكس. افتح الطريق، افتح الطريق. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ايه الصوت افتح ده؟ الطريق، افتح الطريق، احنا الاسعاف. الاسعاف. يعني انا شايف مثلا الاسعاف يبقى المفروض يبقى ليها طريق مخصص زي العجل بره مثلا، او طريق الشواذ في الزمالك. الزحمه بجد وحشه فشخ، والمشكله مفيش اي حد بيحبها. يعني انا ما شفتش حد بيحب الزحمه غير مثلا متحرشين واصحاب بلبن. يعني ممكن برضو يبقى ايه سبب تاني الزحمه مثلا، غالبا سواقه الستات، وغالبا بصراحه يعني بصراحه بهزر، الستات بتعرف تسوق يعني، بس غالبا الستات اللي بتعلم السواقه. كمان مان، كمان الستات بتعلم سواقه مان، ده افري، دي نكته مره قلتها في ستاند اب كوميدي، الناس فضلوا يسقفوا لي فشخ مفشوخين ضحك. ما كمان ما كمان كمان مان كمان يعني ستات يعني بتعلم سواقه، دي بصراحه حاجه تضحكني بصراحه يعني. حاجه عامله زي السويسي مثلا وهو عامل كورس ايطالي مثلا، او واحد من اللي بيبقوا في الازرز في الدي ام عند البنات بيعلمك ازاي تشقط بنات مثلا، او واحد عنده ضعف جنسي بيعلمك ازاي تعرف تنام. بس كده يا جماعه، دي كانت اول حلقه في السيزون الجديد من سلسله ده فيديو بيضحك. تقدروا تتفرجوا على حلقات السيزون اللي فات، انا بعمل سيزون واحد حلقتين بصراحه يعني، بصراحه بكذب يعني. دي كانت حبيت يعني اتكلم معاكم في زحمه افكاري. ان شاء الله الحلقه الجايه ممكن تبقى على بنات افكاري. لا بهزر، انا بحب البنات. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للتشانل عشان اجيب مايك يا اما على الحرام، اقسم بالله هشنق نفسي. بهزر، انا توفيق الحديدي وده فيديو بيضحك.